بسم الله الرحمن الرحيم. عودة إلى الأسئلة. نبتدئ بهذا السؤال وهو تعقيب على ما ذكرناه مرة قبلنا على عدنان إبراهيم. الأخ لم يفهم ما قلناه بالضبط. يقول السلام عليكم دكتور محمد. يقول السؤال: سمعت الحلقة التي تبعت فيها قول عدنان إبراهيم بعدم صحة حديث البخاري وضربت نفس مثل عدنان إبراهيم في قصة خلق آدم، وقال لك بأن الحديث غير معقول منطقيا، ذلك عدة أوجه منها أن الحديث لم يروى فقط عن أبي هريرة وإن لم تكن الأسانيد بتلك القوة. أنا ما قلت هذا الحديث، أنا تتبعته اللي يتعلق ب60 ذراعا، ولا إن الحديث 60 ذراعا لم أتتبعه، أنا تتبعت حديث لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن امرأة زوجها، وهذه فقط عن أبي هريرة. نعم، وهذه مناقضة النصوص من القرآن وإلى آخره، فيعني ما يحتاج حتى نتكلم في هذه. فدعنا من حديث آدم الآن أول شيء، لكن خلينا نقول شو حديث آدم. حديث عن خلق آدم في الجنة ومعلوله أنه مختلف عن خلق الأرض، وش ذلك الحديث الآخر ضرس الكافر في النار كجبل أحد. أول شيء هو يفترضها هنا أنه حصل علم يقيني قاطع أن الجنة التي خلق فيها آدم هي جنة الآخرة وجنة السماء، وهذا ليس متفق عليه وليس تدل عليه نصوص بشكل قاطع. الجنة قد تكون جنة في الأرض، وهنا هذا القول موجود من قديم الزمن، فيعني المقدمة نفسها مبنية على مقدمة فيها نظر. أما مسألة الآخرة وأن الكافر ضرسه يصبح في النار كأحد والخلق الجديد، هذا إنشاء جديد، النشأة الآخرة تختلف. فليس هذا حجة على أنه في الأول لا يحتج بهذا أنه كان الإنسان الأول ضرسه قد الجبل، ما له معنى. هذا أمر آخر، هذا نشأة ثانية، وينشئكم فيما لا تعلمون، نشأة مختلفة تماما. فعظم الخلق لا يخالف حديث كثير عن الآخرة. نحن ما يخالف عن الآخرة شيء آخر تماما، الآخرة وضع آخر تماما، نشأة أخرى. وأن أحجام البشر تختلف في الجنة والنار ولا يقاس بالحجم في الحياة على الأرض. نعم، احنا ما تكلمنا عن جنة والنار أصلا، إنما تكلمنا عن آدم بالذات، والمقدمات التي تزعم أنه خلق في جنة السماء ونزل الأرض إلى آخره أو نزل في سرنديب إلى آخره، كل هذه قصص خرافية ما لها أساس صحيح. وإنما عندنا فقط النص القرآني ويتكلم عن الجنة لا أكثر ولا أقل، وليس هناك ما يدل بتة على أنها جنة السماء بشكل قاطع، ولا غير جنة الأرض وليست من جنة الأرض، ولا خلاف ذلك مطلقا. أنه رأيت عن دخول أهل الجنة على صورة آدم 60 ذراعا موقع السنة، قد يكون الآن في الآخر يكون 60 ذراعا مع لزيادة لتزداد تمتعهم، قد يكون ما ندري، ولكن هذه ما يمكن ربطها بالخلق الأول. على كل حال مثل ما قلت، كأنهم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذي ينم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون لا يتغوطون، شفت كيف، ولا يتمخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم يعني بخورهم الألوة اللي هو يسموا الناس دهن العودة، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. ليس فيها بالضرورة أن آدم كان 60 ذراعا في السماء، وإنما على صورة أبيهم آدم في الحسن، على ما يقال آدم كان حسن الصورة، هكذا يقال 60 ذراعا في السماء. الراوي برضو أبو هريرة مرة أخرى رجع عنه أبو هريرة، فإنه وأبو هريرة معروف من مجالسة كعب الأحبار، وطبعا هو يميز ما يأخذه عن كعب وما يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك، لكن ليس هناك من المحال أن تكون تداخلت مسألة ومسألتين في ذهنه مع ما سمعه من النبي، أو أن الرواة عنه وهم، ولكن كون الرواة عنه أكثر من واحد يحتاج إلى تحرير. فإذا فالأخ إذا يخلط بين تعاظم الكافر في النار والى آخره بأحوال الدنيا ونشأة آدم، مثل ما قلت هذه النشأة الآخرة غير النشأة الأولى، فليس هناك دليل قاطع على أن هذه مثل ذلك، بل بالعكس الدليل على أن ضرس الكافر في النار مثل أحد دليل قاطع على أن النشأة الآخرة تختلف اختلاف جذري عن نشأته في الدنيا أصلا، ولا علاقة بها اختلاف تام، وليس العكس. يصح طبعا هذا الخبر وصح أن يؤخذ بشكل دليل يقيني، لكن على فرض صحته هو دليل قاطع على بطلان هذا الزعم. هذا بالنسبة لي الهوى. الراوي هو أبو سعيد الخدري. طيب، وحكم المحدث عليه حسن، ما يعني يكون حسن أو ضعيف أو قوي، لكن على فرض صحته بل وعلى فرض تواتره هو يدل على أن النشأة الآخرة تختلف، وهذا نص القرآن وينشئكم فيما لا تعلمون. فالنشأة الآخرة تختلف عن النشأة الأولى أصلا، وليس هناك ما يوجب اعتقاد أنهم متشابهات أو بينهم قياس، يمكن قياس هذه على تلك. فرواية تحدث عن خلق آدم في الجنة وأنه بعد هبوطه حدث نقص في ذريته ليلائم الحياة على الأرض. نعم، هذه الرواية تحدث، لكن ليس هناك ما يقطع بأنها صحيحة مثل ما قلت، لأنها فيها أشياء مخالفات سأتطرق إليها الآن بعد قليل. لكن
اللفظة التي في الحديث الذي المحدث حكم عليه أنه صحيح، اللي هو في حديث صحيح مسلم وهو الظاهر حديث صحيح، أن أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم. قد تكون هنا الصورة الجمالية، صورة الوجه وجبال وأدعج العينين إلى آخره، 60 ذراعا في السماء. قد تكون هذا في نشأة الأخرى، وليس معناها بالضرورة أنه آدم، وقد يكون هذا الذي أحدث تداخل في ذهن أبو هريرة، الحديث عن أبي هريرة أيضا تداخل، فظن أنه هكذا كان آدم في خلقه في الدنيا فاشتبه عليه الأمر، وإنما يكون هذا في الآخرة يمد 60 ذراعا حتى يزداد مساحة جلده واستمتاعه بالجنة وبملابسها الناعمة. قد يكون هذا العلم عند الله. قد يقول قائل نعم، كل ما كثرت الخلايا كل ما كان الجلد أوسع، كل ما كان المتعة أكثر. هذا كله صحيح، لا يشك في ذلك أحد، لكن هذا كله يتعلق بالنشأة الآخرة، وليس من هذا، وليس في الجملة ما يدل على أنه على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، أنه هكذا كان في عهده الأول، وإنما عندما صورة آدم على شكل آدمية الكاملة التي كان آدم. الرواية تقول أن آدم كان من أجمل البشر. طيب، سلم أن آدم كان أجمل بني البشرية، حتى البعض يزعم أنه حتى أجمل من يوسف. ما خالف، ما ناقشنا في هذه. هذا في حاله في الدنيا، وبعد 60 ذراعا هذا حاله في الآخرة. فليس في الجملة قطعيا أن هذه حاله التي كان عليه في الدنيا أو التي بدأ بخلقه بها في الدنيا. جيد، وإنما هذا قياس والتباس في الذهن. ويكفي الإنسان أن يعمل إنسان فاصلة بعد كلمة صورة أبيهم آدم، حتى في الطباعة التي أرسلها فيها صورة أبيهم آدم نقطة فول ستوب 60 ذراعا في السماء. هذه هيئة الآخرة قد تكون، وليست ولا علاقة لا بهيئة آدم في الدنيا. ويكون من هذا حصل التباس في ذهن أبي هريرة مثلا، بالإضافة لسماعه الروايات التوراتية عن مقاس آدم وطوله إلى آخره، ومملوءة الروايات التوراتية والتلمودية وما أخذه العرب منه وأضافوا عليه من الخرافات العربية والنبطية ما هو أبشع من هذا. حتى في رواية أنه كان إذا مشى تهتز الأرض ورأسه يحترق من حرارة الشمس، فاشتكى إلى الله فقصره تدريجيا، ما شاك ذلك. يعني قصص مضحكة، حاجة أطفال تصلح فيلم كرتوني يمكن ما يصلح يبنى عليها عقيدة. طيب استمر يقول لك، فالراوي يتحدث عن خلق آدم في الجنة وأنه بعد هبوطه حدث. لا، ليس بعد هبوطه، هناك مدعو أنه ليس بعد هبوطه أصلا، وأنه مثل أقول ليس هناك دليل قاطع أن هذه هي جنة الآخرة أولا، ولا يجوز القطع بهذا إلا برهان قاطع. وحتى الأحاديث التي تقول إنه قال يعني إذا تبت تعيد الجنة التي خرج منها، قلنا نعم، ليس بالضرورة يعني يعيد نفس عين تلك الجنة التي خلق فيها اللي هي جنة من الأرض، وإنما جنة مثلها في الآخرة. ليست هذه كلها تفيد القطع والحصر اليقيني، لأن هذا من أساليب كلام العرب معروفة. مثل هذا الكلام نقول لك يعني من فعل كذا وكذا أو من حج فلم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، يعني بريئة من الذنوب. طبعا هو لن يرجع وولدته رجع عريان صغير، معناها يعني في البراءة من الذنوب كفى. ففي مثل هذه الألفاظ في اللغة العربية وهذه العبارات لا تحدث يقينا قطعيا أنه يرجع يصبح فجأة عريان ويسقط شعره ويصبح طفل صغير، لا، وإنما يرجع من ناحية نظافته من الذنوب كيوم ولد. وفي هذا طبعا رد على النصارى اللي يزعمون الإنسان يولد في الخطيئة مثلا، رد ضمني، لأنه لم يفعل خطيئة قط مطلقا، وليس لديه وعي أو عقل كافي حتى يكون عليه أي حساب أو عقاب البتة المولود الجنين. هذا ما في أدنى كلام، لكنه لا يعني أن الإنسان يرجع إلى تلك الحالة أو إلى بعض تلك الحالة أو أنه ولد من جديد بهذا المعنى، وإنما بعد المجازي. فهذه كلها يحتاج إلى حذر. الآن ذكر شيء لطيف، قال أما ادعاء أن العلم يناقض ذلك من حيث حجم البشر ويناقض اكتشافات حافير ادعاءات، نعم هذا صحيح. حجم البشر من يوم يوجد بشر على الأرض، ومن قبل ذلك أشباه البشر من القرود وإلى آخره، مقاساتهم لم يكن بهذا. والأخ يذكر يقول اكتشاف أحافير ديناصورات عظيمة الحجم، نعم ديناصورات. ولهذا قلت مرة في من باب النكتة في إحدى الحلقات موجود في اليوتيوب، قلت يعني ما يمكن يكون آدم 60 ذراعا في السماء في الماضي كما كان، إلا أن يكون يقصد بآدم الديناصور، لكن الديناصور ليس آدم، وليس هناك أي مؤشر في الحفريات ولا في الآثار الحفرية المتعلقة بها أن الديناصورات كان لديها وعي يمكن نسميها آدم. يعني اعتبرنا إنه هذا دليل عن آدم كان ديناصورا، يعني فأعتقد إنه هنا يدافع ليس دفاعه قويا الصراحة، وإنما بني على مقدمات وأوهام يتشكل في ذهن الإنسان أنه الجنة معناها جنة الآخرة. لا، الجنة في المصطلح في القرآن معنى الحديقة والبستان. تصفح القرآن دور تحت جنة. وكان سبق في مسكنهم آية جنتين عن يمين وشمال، هذه جنتين، جنة وجنة، يعني بستان حديقة جنان.
فهذا كله كلام يعني مبني على مقدمات يعتقد بعض الناس لأنه رسخ في ذهنهم مع كثرة الروايات، مثل ما يعتقد كثير من الناس أن ما أن عمر نوح كان أنه بقي لبث في قومه 950 سنة. في رواية تقول هذه فترة الدعوة فقط، وهو طول عمره 1300 وكسر. هذه رواية تزعم ذلك، موجودة تجدها في الكتب اللي تراجع قصص ود وسواع وغيرها بالخرافات والأساطير. ويظنون أن هذا معناها جميع البشر كانت أسنانهم هكذا، وما تجد. قد تكون هذه معجزة نوح، أنه كل ما مات جيل وجدوا الرجل أمامهم باقي كما هو، يتلقاه الآباء من الأبناء جيلا بعد جيل. ليس هناك أي دليل. كل هذه الأعمار موجودة فقط في العهد القديم، وليس هناك شيء يدل عليها إطلاقا من تاريخ البشرية، من التاريخ المحفوظ من أيام إبراهيم منتنازل. لا يوجد حتى جاوز السن التي المعقولة حسيا وبيولوجيا. نعم بعض الناس وصلوا أسنان عالية 130 سنة 140، وهذه محتملة بناء على التركيب البيولوجي للإنسان، أن السنة المثالية القصوى للإنسان حوالي 150 سنة، لا يكاد يصلها إنسان، لأن حياة الناس ليست صحية إلا في الأصول القديمة جدا. لكن أكثر من ذلك لا يسمح حجم العظام وطبيعتها في المعروف من مقارنة بسائر الكائنات اللي على وجه الأرض. وليس هناك ما يوجب تصديق هذه الأرقام، كلها أرقام خيالية ليست صحيحة، إلا بالنسبة لنوح أنه لبث في قومه بس بنص القرآن، وإلا وجب حتى رفض هذه لو تأتي بنص يقيني من القرآن. بعدين الطوفان، بعض الناس يعتقدون أو أكثر الناس يظنون أنه أغرق الدنيا كلها، ولهذا اخترعوا قصص وكيف الأصنام انتشرت قوم نوح، ويقول دفنها الطوفان ورماها على ساحل جدة، وجاءت الشياطين لعمرو بن لحي اسمه ذي بأن يستخرجها. كل هذا لا لزوم له. اللي أغرقهم الطوفان قوم نوح، وفي شمال العراق منطقة محدودة. بقية البشر لم يكونوا مرسل عليهم، لم يرسل البشرية جمعاء، وقد يكون في قبائل بشرية أخرى بعضهم لهم رسل آخرين ما تطرق لها القرآن. فليس عدم ذكرهم في القرآن دليل على أنهم لم يكونوا موجودين، بل يستدل بذلك بالآثار ويرجع الإنسان إلى الآثار وإلى الحفريات ويتأكد أن الدنيا كانت معمورة. بل أمريكا إذا كان نوح قريبا يعني 4000-5000 سنة، وهذا قول راجح، فالبشر وصلوا إلى الأمريكتين قبل يمكن 25,000 سنة. هذا معروف من طريق عبور مضيق بيرينغ، وكذلك بقايا الآثار البشرية والعظام التي تم تأريخها بالإشعاع. فمثل أحد يضرب بكل هذه المعلومات المتيقنة مقابل روايات لم يأتي شيء عنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي روايات تروى عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة. نعم، ومن يمنع ابن عباس أنه يأخذ روايات من أهل الكتاب وروايات ويرويها يظنها تاريخ حقيقي؟ لا بأس، ما في بأس. هذه المعلومات اللي عنده، هذا العلم الذي وصل إليه من السابقين، ومن الوضع التاريخي للعلوم والفنون والآثار التي موجودة في عصره. ما لم يقل أحد أنه معصوم، ولا هو ادعى أنه هذا جاءه من السماء، ولا هو كذب على الله ورسوله نسبه إلى الله ورسوله. فلماذا ينسب إليهم ما لم يقله، ويوضع في فمه ما لم يقله؟ هو قال كان آدم كذا ونوح كذا وابن شيث وولد دود وسواع، هذا كلام لم يكن سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من سمعه هو ما كان عايش في هذيك الأوقات بالقطع، لأنها من آلاف السنين. إذن أكيد من روايات في كتب قديمة، في مرويات قديمة. هذا اللي موجود، هذه المادة الموجودة التاريخية التي بيديه أخبرنا بها، لأنه رجل عالم، رجل مفكر، رجل يبحث وينقب، وهذا علم عصره، أعطانا علم عصره، جزاه الله خير. أما إحنا نعتبر علم عصره هذا هو الحق اليقيني بدون ما يخالف الأدلة الحسية التي جاءت بعد ذلك، هذا ما يصلح، ما يجوز. وأكثر هذه القصص والروايات ما لم تكن قبل الإسلام بمدة بسيطة، قرنين 3 بالكثير، غارقة في ظلمات الأساطير والخرافات. فأعتقد احتجاج الأخ جزاه الله خير أخوكم أبو خالد ليس جيدا، مبني على مقدمات هو يظن أنها يقينية أو قاطعة، وليست كذلك. أهم مقدمة أعتقد ينبغي أن نمسك عليها بيد من حديد، أنه ليس هناك برهان قاطع ولا عكسه على أن الجنة التي خلق فيها آدم هي جنة السماء أو جنة الآخرة. هذا واحد. 2، ليس هناك برهان يقيني أو قاطع على أن الطوفان أغرق الدنيا كلها، بل بالعكس كل البراهين والأحفريات والآثار تدل على أنه لا يوجد شيء طوفان أغرق الدنيا كلها إلا طوفانات قديمة في قبل مئات الملايين من السنين من تغير حركات القارات. وحتى هذه لم تغرق كل الدنيا، لأنه كان فيها على الأقل قارة واحدة إنما يرتفع الماء وينخفض وتبقى رؤوس الجبال على أقل تقدير. هذا على أمر له يعني توجد يابسة بصفة مستمرة لا يغرقها الماء من لعله من أكثر من 1000 مليون من السنين.
وهذه اليابسة تتفكك وتندمج وتذهب وتأتي في عبر الأصول الجيولوجية، ومن أراد يذهب إلى كتب الجيولوجيا شوية يتصفحها، وهذه مبنية طبعا على معلومات ناشئة من الحفريات وناشئة من إجراء دراسات رياضية ونماذج رياضية وحركة القارات والى آخره، قد تكون ليست دقيقة 100% لكن تعطي صورة معقولة مبنية على مقدمات حسية، وأمور مبنية على الرصد والمقدمات الحسية، وهذه لا يمكن إنكارها. ومعلومات تتعلق بالمعادن مينرالوجية ومعلومات فيزيائية وكيميائية منضبطة أثبتتها التجارب في المختبرات، فلا يمكن أن يقدم عليها شيء من مرويات بني إسرائيل أو مرويات فلان، وإنما فقط يقدم عليها إن وجد ما يقدم عليها ما جاء عن الله ورسوله بشكل قاطع يقيني لا يقبل الشك، وهذا غير موجود في القرآن ولا السنة الصحيحة التي لا مطعن عليها من أي احتمال. فبس حبيت هذه النقطة حتى لا تستفحل في أذهان الإخوان. لكن ابناء على عدنان إبراهيم أنه يتعجل مثلا مسألة عمر عائشة، اكتفى فقط بحديث اللي جاء عن طريق هشام بن عروة، ما استقصى كل الطرق، وواضح تماما أنه لم يستقصي، لأن في طرق أخرى لا علاقة لها بهشام بن عروة، طرق كوفية حتى لا علاقة لها بالبدنيين صحيحة تبين أن هذا صحيح أنه هكذا كان، فلم تنحل إشكالية عمر عائشة واعتماده على ما قيل من عمر أسماء بأنها عندما ماتت 100 سنة، هذا غير صحيح. هذه طريقة العرب في المبالغة، إذا وصل الإنسان يعني أعمارهم تكون إلى حد ما لا بأس بصحتها إلى 70-80 سنة، متى وصل سنة 90 خلاص تجاوز الحد المعتاد فأصبح 100، وإذا وصل 100 صار 110-120، وإذا 100 وشوي صار 130-140، وإذا زاد شوية صار خلاص مثل عمر الرخ والعنقة وقوم نوح. هذه مبالغات عربية معروفة ممكن ترصدها في كثير من المرويات، مدعو أن هذا نوع من المبالغة موجود، وعدم الضبط التواريخ وعدم حفظ تواريخ الميلاد بشكل دقيق، هذا معروف وشائع. فما تبني على أمر ظني أنه أسماء كانت 100 عندما ماتت بدل أن تكون 90 مثلا، إذا كانت 90 عندما ماتت فرجعنا إلى عمر عائشة 9 سنين، نفس الشيء، ما هربنا من المشكلة. إذا كانت في هناك مشكلة، ما في هناك مشكلة في حق الأمر، وإنما مزاعم غربية أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه يسمى نكاح القاصرات، اضرب راسكم في الحيط، وش نكاح القاصرات؟ ما في حاجة اسمها نكاح القاصرات. أول شيء لم تكن ليس هناك دليل عن عائشة كانت قاصرة، ليست مرأة ناضجة في تلك، لأن في نساء ينضجن، ووجدت هذا فعليا في العصر الحديث كذلك، من نساء بنات كن حوامل بسن 9 و10 و11 سنة، موجودات مرصودات في مستشفيات نيويورك، فهي صالحة للزواج ما في إشكال. والقوانين في العالم كلها كانت تسمح بسن زواج إلى حد 6 سنين. القانون الولايات الأمريكية كان إلى يتزوج الرجل المرأة بشرط أن تكون تجاوزت 6 سنين من العمر. في بعض الولايات ما ألغي هذا القانون إلا في الخمسينات من القرن اللي فات، يعني قبل 70 سنة. هذا كان عرف الدنيا كلها، ولم يكن جاء تشريع بعدم تزويج الصغيرة التي لم تبلغ سن المسؤولية، اللي هي سن البلوغ الشرعي اللي تجب عليها في الصلاة. لكن هذا نسخ بعد ذلك، وهذا لم ينتبه إليه الإمام الشافعي وكثير من الأئمة، يظنوا أنه الزواج من عائشة دليل على الزواج من الصغيرة التي لم تبلغ. نعم، هذا الأمر الأول قبل النسخ، نسخ بعد ذلك بأدلة ذكرناها مرة في حينه. فإشكالية عدنان إبراهيم إنما إشكالية الخوف أو الهزيمة أمام النقد الغربي الذي له النقد، إنما كلام ينطلق من منطلقات ليس لها أساس برهان قاطع. من أين لك برهان قاطع أنه الصغيرة لا تتزوج؟ برهان حسي أو يقيني أو أخلاقي ما في، مزاعم يزعم الليبراليين هذا، وهم أكثر خلق الله فجورا بالصغار والكبار يعني. فمن هنا انتقدنا عدنان إسماعيل وعدنان إبراهيم، ولا زلنا ننتقد للتعجل في التصحيح. ما تعجلنا في هذه المسألة، بالذات مسألة لولا بني إسرائيل لم يخرج اللحم، ومسألة لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. حواء ما خانت زوجها لا في شيء، لا خيانة زوجية والعياذ بالله بالزنا، ولا هي خانته. يقصدون الخيانة أنها يعني هي التي غدرت به وشجعته على أكل الشجرة، هذه أكذوبة توراتية لا علاقة الإسلام بها. صفح القرآن من أوله إلى آخره، من اللي أكل من الشجرة آدم، من اللي وسوس له الشيطان وعصى آدم ربه فغوى، ما في ذكر لحواء أصلا. تابع له مسكينة اللي راحت مع مثل ما يقول أهل الجزيرة العربية، راحت وضي بين الرجلين، ما لها علاقة شيء بالموضوع. هو اللي سوى هو اللي ارتكب الخطيئة، وهو اللي أذنب، وهو اللي تاب، وهي معه مسكينة. هذا شيء لا خانته ولا شيء، هو اللي خانها. ما يمكن هذا كلام يكون معنا. والثاني كلمة خيانة تعني خيانة زوجية. من هذا الرجل الثاني اللي زنت معه؟ عياذا بالله، ما يصير هذا كلام. لولا حواء ما خانت أنثى زوجها، مش كلام فاضي، ما هو معقول. وهذا موجود في البخاري بأصح الأسانيد عن أبو هريرة. تبعت كل الطرق، ويمكن يمكن يكون وهب منبه تسربت عليه، طالع ما رواه فقط وهب، رواه النجوم الثواقب من تلاميذ أبي هريرة. هكذا يكون دراسة الحديث ونقدها. إذن هذا أمر تداخل في ذهن أبو هريرة،
تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن حواء وكيف علاقتها مع زوجها وكيف كانت يعني أحيانا تتعبه كأي زوجة، تعرف الزوج والزوجة بينهم هالمشاكل اللي ما تنتهي طبيعية. فتدخل في ذهنه أنها مسألة الخيانة، دخلت لأنه سمعها من كعب الأحبار. كعب الأحبار كان يتحدث كثير عن من الكتب الأولى في حضرة عمر بن الخطاب وفي حضرة أبي ذر الغفاري في حضرة أبو هريرة وإلى آخره. وأبو هريرة كان واعي على هذه ويعرف يميز بين ما سمع من كعب، لكن كونه واعيا ويميز أكثر ولا يعني ميزه كله وأنه معصوم لا يتداخل في ذهن شيء. وأنت يا المستمع، كل مستمع يراجع نفسه في قصة من القصص سيجد أنه تداخل في ذهنه شيء فظن أنه سمعه. أنا شخصيا مثلا الوالدة الله يرحمها كنت أحكي لها مرة عن حريق نشأ في بيت الجيران أو شيء من هالقبيل، ما ذكر عن القصة بالضبط، وصفت لها بدقة. قالت غريبة كيف هذا؟ قلت أنا كنت شايفه من الشباك. قالت لي يا ابن الحريق هذا حصل قبل ما تولد أنت، إحنا حكينا القصة وإحنا شفنا من الشباك ورأينا. أنا كنت مقتنع تماما أني أنا رأيت هذا لأنه وصفوها وأنا صغير وانطبعت في ذهني بشكل حي. فخيال الطفولة أوهمني أني أنا رأيت هذا بنفسي وأنا ما أراه، ولم أكن موجود أصلا حتى أراه. قلت هذا قبل ما تولد أنت، هذا حريقة بيت فلان في جهاد، وأنا كنت مقتنع تماما أني أنا حضرت ورأيت. يحصل لكل إنسان، يحصل في حادثة حتى تحصل. ما الذي يمنع تحصل أبو هريرة؟ معصوم، نزل وحي من السماء أنه لا يمكن أن يعمل، ما يحصل. والقرائن تدل لك على ذلك، أنه فحصنا وجدنا كل أسانيد وتلاميذه يروون عنه هذا. إذا الوهم أو الخطأ أو الكذب لا سمح الله منه. الرجل عرف بالصدق والأمانة وثبت هذا وتجاوز جميع معايير الفحص والتدقيق. إذا ما بقى إلا أنه تدخل في ذهنه هذا الأمر، هذا جيد ما في مشكلة، ويدل فعلا على أنه، وهذا من علامات حفظ الذكر. من حفظ الذكر أن يبين الله لنا أن هذا ممكن أن يقع، لكن لابد من يزعم أنه وقع، لا هي أن يأتي بالبرهان. ما يدعي مجرد أنه ممكن يوجد في العالم لا يعني أنه وقع بالفعل إلا ببرهان. هذا هو الخطأ الفاحش. هذا معنى كون يقول هذا الحديث صحيح، معنى حسب أصول الفن صحيح، لكن من زعم أنه لا هذا ليس، إنما حصل خطأ من إحدى الرواة أو وهم أو تدليس أو كذا، عليه أن يأتي بالبرهان، ولا فهو كاذب. لأن الأصل في الحديث الصحيح الذي استوفى شرائط الصحة أنه صحيح، أنه هكذا وقع. والأصل في شهادة الشهود في المحكمة، الشهود المعروفين العدول الذين أنهم صادقين، ما لم يأتي إنسان ببرهان أن هذا الشاهد المعين كذب في هذه المسألة أو أن هذا الشاهد المعين وهم في هذه القضية. حينئذ بس هات برهانك، ما يكفي أنك تقول أنه نعم ممكن الشاهد يخطئ، نعم صحيح، ممكن يهم، نعم ممكن يكذب، نعم، إلا أن يكون معصوبا، لكن هات برهانك أنه في هذه الواقعة المعينة كذب أو أخطأ، ولا ما تضبط الحياة البشرية ولا تضبط الرواية ولا العلوم. ما هي مستحيل، لا يمكن ولا بحال الأحوال، لكن الإمكانية موجودة. وفي هذه جاءت أدلة وقرائن قوية على أنه في هذه هذا وهم. لكن حتى فيما يتعلق بمقاس آدم إلى آخره، هذا قد يكون في الجنة الآخرة وفي الآخرة، وبعض الناس وهموا وألحقوها بحاله عندما خلق في الدنيا. أنا أرجحه من مجموع الأدلة الحسية والتاريخية والنقلية ونصوص القرآن أن الجنة التي خلق فيها آدم هي جنة في الأرض وليست في السماء. وكذلك الطوفان أكاد أقطع أنه لا يجب القطع، لأنه الآثار والحفرية تدل أنه لم يكن هناك طوفان عارم غطى الدنيا كلها. وحتى بعض الناس يقول قوله تعالى احمل فيها من كل الزوجين اثنين، حتى بعض الصور اللي النصارى يسمحون بالتصوير، فعندهم صور تجد صورة عن نوح طالع السفينة ومع أسد ومع ذيب ومع شيل الأسد وذيب، ما يحتاج يشيلها، شال الحيوانات المنزلية يفلك فيها من كل زوجين اثنين، الحيوانات المنزلية اللي يريد أن يحافظ عليها. أما الحيوانات البرية تدبر نفسها، اللي انقرض واللي بقى مشكلة. قالك شوف مع أسد ومع فيه وفيل جايب معه في السفينة، لكن أكاد أقسم على الغيب أنه لا كان فيها فيل ولا فيها أسد، مثل ما يصورون النصارى. تلاقي في العهد القديم بعض الطبعات مخصصة للأطفال في صور كذا ممتعة، نوح ماشي طالع السفينة وراه سرى طويل من حيوانات، أفيال وخرتيت يعني حتى كله لم يقع، وإنما خيال الناس يجمح بهم. وفي الكتب العهد القديم مذكورة بهذا الشكل نصا، فطبعا أمر بديهي لأنها كتبت في أيام طفولة البشرية، والكتبوها ليسوا مؤتمنين، سمعوا أشياء من الأنبياء وقاسوا عليها في أذهانهم. إنما اللي حملها فقط الحيوانات المنزلية والأليفة والمفيدة للإنسان والتي في بيئته لا فائدة لها، أما البقية ما عليها، ما رب العالمين تكفل بها، والأرض كلها لم تغرق. فإذا تبين لك هذا عرفت أن هذا كلام يعني له أساس سليم، وانتقادات عدنان إبراهيم لبعض الأشياء لها أساس معتبر وسليم. طولنا في هذه شوي، لكن لأن نتعلق بمسألة معرفية، ما هي موازنة مصادر المعرفة والانتباه
أن لا يحمل الإنسان النص فوق ما يحتمل بحيث يقطع بشيء ليس في النص. كل النص يقول إنه اسكن أنت وزوجك الجنة ليس معناها أنه بالضرورة جنة الآخرة، قد تكون جنة من جنات الأرض. هذا وارد جدا وهو الأرجح، وما شك ذلك. حديث يقول أنهم يدخلون الجنة بصوت 60 ذراعا في السماء، كذلك عندما يدخلون الجنة. هل معناها كان آدم في الدنيا 60 ذراعا؟ مش بالضرورة، قد يكون وقد لا يكون، ما يقطع لسان. لو أنه كان النص قال 60 ذراعا في السماء على هيئته يوم خلق أول مرة، هذا يكون شيء آخر. حين يجب القطع، حين الإنسان يطعن في الرواية بأسباب موجبات أخرى. جيد. فإذا هذا المسلك السليم.